شوربة الكريمة بطريقة سهلة وبسيطة في وصفات أم عزوز، سهلة وبسيطة، واللي ما تشوف الطبخة كاملة في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا يا حبايب قلبي، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم انا حسوي لكم شوربة الكريمة. كتير من البنات يبغوا طريقة شوربة الكريمة. يا بنات انا حطيت تقريبا في القدر هنا حوالي 100 جرام زبدة. الزبدة لازم تحطوا لها شوية زيت عشان لا تنحرق. هنحط كمان ملعقتين زيت مع الزبدة. طبعا هنحط 6 ملاعق دقيق. 6 ملاعق دقيق يا بنات هنحط على الزيت والزبدة. هنفضل بس نشوحها بسيط، يعني نشوح الزبدة مع الدقيق وهنطفيه بالحليب. طبعا هذه الكريمة جدا مرة احنا نحبها، احنا نسويها بالدجاج، نسويها بالفطر وبالذرة. يعني هذه مرة يعني كتير بنات يحبوا يسووها. طبعا هذه 6 ملاعق، 6 ملاعق، 6 ملاعق. نرفع. طبعا يا بنات شوربة الكريمة دائما ما تصير إلا بالذرة وبالمشروم اللي هو الفطر والدجاج. طبعا الدجاج هذا الصدور أنا قطعته صغار كده مربعات وسلقته في موية وملح وحبتين هيل وورق الغار، صفيته وهو هذا صار شكله. شايفين كيف يا بنات؟ خلاص دحين أوريكم الطريقة بعد ما حمصنا الدقيق في الزبدة والزيت. تابعوني يا حبايبي. شوفوا يا بنات دحين طبعا بعد ما تحمص الدقيق بس شويه مع الزبده والزيت هنحط الحليب. الحليب انا بحطه سايل، اي نوع حليب عندك حطيه، هو يحتاج لها حليب. وهنحط لها شويه كريمه يا بنات. طبعا الحليب انا هزيد عليه شويه مويه عاديه، مويه. طبعا يا بنات انا حطيت شويه مويه مع الحليب. هنحط مكعبين ماجي وقليل فلفل اسود بس. طيب 2 ماجي وفلفل اسود قليل. حط الفلفل الاسود. طبعا هنحط كمان الكريمه، الكريمه الخفق. هنحط كريمه الخفق، هنحط كريمه الخفق يا بنات تقريبا حوالي زي نص العلبه. خلاص نص العلبه. وهنقلب، نقلب المكونات كلها مع بعضها. قلب يا امي. ايوه هي هتتخن شويه وهيصير سمكها زي شوربه يعني ما تصير سميكه، تصير دحين انا اوريكم كيف سمكها يصير. طريقتها مره سهله، ما فيها ولا شيء يا بنات، واي بنت يعني تقدر تسويها. في الوقت هذا يا بنات لا ايوه شيلها. في الوقت هذا يا بنات هنحط الذره، هنحط الذره، هنحط الفطر، هنحط الفطر، وهنحط الدجاج اللي احنا سلقناه كله. ما هنقلبه، خلاص هنسيبه على نار يعني كده قليله كده. بس هنقلبه بملعقه عاديه، ما نقلبه بملعقه دي، لا خلاص نقلبه بملعقه الشوربه. ملعقه الشوربه يا بنات، هنقلبه بملعقه الشوربه يا بنات زي كده. خلاص هي هتقعد شويه على البوتاجاز على نار. اول نعلي البوتاجاز، علي البوتاجاز امي، نعلي البوتاجاز. اول ما نشوفها تبدا تغلي هنرخي عليها. خلاص اذا بدات يعني تشد وتتخن معاكي خلاص كده الكريمه دوقي ملحها. تبي تحطي لها، انا احط لها جوز الطيب، اللي ما عنده جوز الطيب مو لازم يحط، بس هي طعمها كده. هذه شوربه الكريمه يا بنات اللي احنا بندوقها في المطاعم وبنقول يا الله كيف تتسوى كيف تتسوى. طريقتها شوفوا يا بنات، انا حبشر جوز الطيب بس شيء بسيط، بس نبشرها كده بس بشر بسيطة كده بس، يعني نقطة بس، أنا ما بحط كتير. هي بالنسبة للأشياء اللي فيها الكريمة وزي كده يحتاج لها جوز الطيب، بس هي بتديها نكهة طيبة. أنا بحطها، اللي ما عنده مو لازم يحط، خلاص هي كده بس. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا يا بنات شوربة الكريمة خلاص، شوفوا كيف ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كده هنغرفها في الصحون في صحن التقديم. يعني من جد روعة يا بنات، وبسيطة وخفيفة، وانتوا شفتوها كيف ما فيها تعب وكله. يعني أنا بسهل لكم الموضوع جدا سهل بسيط. ممكن تتاكل مع العيش اللي هو التوست، ممكن تحطيه، تجيبي شوية زبدة تحطي معاها، تحطي مع الزبدة شوية ملح وتقلبيها وتدهني عيش التوست كده دهنة بسيطة
مع شوية التوم، يعني تحطي الزبدة وتحطي التوم وتقلبيه كده، وتدهني عيش التوست أو عيش الصامولي، قطعيه كده شرايح وتدخليه في فرن حار، يخرج كده تتاكل مع شوربة الكريمة، وجبة كاملة يعني من جد مرة روعة. جربوها وإن شاء الله بإذن الرحمن تعجبكم. شوربة الكريمة بطريقة سهلة وبسيطة في وصفات أم عزوز، سهلة وبسيطة. واللي ما تشوف الطبخة كاملة في سنابي تخش على قناتي في اليوتيوب تشوف الوصفة كاملة. بس يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك وإعجاب على كل فيديو يناسبكم. حبايب قلبي، استودعتكم الرحمن الذي لا تضيع عند الوداع.